قاعدين على طاوله اللعيب دلوقتي. خلينا بقى نشوف ايهاب الخطيب يقول لنا ايه عن اللعيب اللي طالب بعقده بالكامل. هل ده صحيح؟ هل ده مش صحيح؟ صحح. انت قصدك على محمد شريف ولا لعيب تاني؟ انا ما اعرفش، هو اللي قال محمد هو شريف. اللي انا قلت محمد شريف. هو اللي الكلام اللي يصار حوالين محمد شريف. اي لعيب يا كابتن مهيب ماضي عقد من حقه يقول انا عايز عقدي، ومن حق اداره النادي تتصرف معاه. حلو. فهو بينه وبين بعض شرعيه. حلو. النادي عايز يخرجه، هو اللعيب مش عايز يخرج، هيقول لك اديني فلوس، النادي هيتصرف. حلو. خزائن الاهلي مليانه، عامل اكبر رعايه في الشرق الاوسط، الدنيا ما بتتحسبش فلوس في النادي الاهلي، واللعيبه في الاخر بتتفق وما بتشوفش حد راح يشتكي الاهلي في اي حته، والدنيا ماشيه مستقره. لا انا مش بتكلم على شكوى، انا بتكلم ما انا بقول لك اهو، يعني الدنيا هتمشي في الامور. لو انت هتتكلم على محمد شريف، انا بتكلم على لعيب له رصيد كبير جدا. كويس. بتكلم على اكبر هداف للنادي الاهلي حتى مع نادي الزمالك اللي هو كويس. الغريم التقليدي. كويس. يعني محمد شريف مش بنتكلم على لعيب مش موفق الموسم اللي فات، لعيب كويس بس مش موفق. ما خلي بالك، مش هو بس اللي ما كانش. عايز اقول لك على حاجه، ممكن تلاقيه في المعسكر مدغدغ الدنيا وماشي كويس، وهي الكوره كده. يعني انت فاهم يا هي الكوره كده. والله مهاجم كويس. يعني احنا السنه اللي فاتت كان جاي له كذا عروض، هو فضل النادي الاهلي، وفي يوم وليله راح مضى والدنيا زي الفل. طيب لم يشارك، يعني انت حتى لما الكره ما خدش فرصه حقيقيه، الكره اللي عملها باك ورد والناس قعدت تقول ده كان بعد مثلا عدم مشاركه لمده شهرين ثلاثه. يعني الراجل لم يشارك مع النادي الاهلي عشان تقول مثلا اللعيب ده كويس ولا اللعيب مش كويس. طيب هل حاله النادي الاهلي السنه اللي فاتت كلها كانت كويسه وهو محمد شريف ما كانش كويس؟ الحاله كلها ما كانتش كويسه. اللي المفروض افضل منه بكتير جدا جدا في السنوات اللي ما قبل انتقاله للاهلي لم ينجح مع النادي الاهلي حتى الان. زيزو مثلا على سبيل المثال، يبقى شريف اللي قاعد احتياطي وبينزل هيبقى كويس. كيف تحل هذه المشكله؟ انا شايف ان زيزو ادى دوره في الاهلي وناجح. والدليل على كده انه راح المنتخب. طيب سيبك من زيزو، خلينا في محمد شريف. طبعا هو في مدير فني منتخب هياخد لعيب ويلعبه في كاس العالم الا لو ما كانش مقتنع بيه. والنبي ولعب وكان حاجه نجم يعني بصراحه نجم. والله انت عسل. لا هو ما جابش 100% من مستواه، يعني كان في الزمالك، ما كان في المنتخب طول عمره. طيب خلاص يعني هو مش يعني ما جديد ان هو مش ده المستوى. خلينا نقول اللي مش ده المستوى بتاع زيزو اللي كان معروف بيه في الزمالك. لا اي لعيب هيجي الاهلي لازم يعمل مستوى افضل من اللي كان بيه في اي حته. يا عم خلينا في الزمالك في الزمالك كان على كلام احسن لعيب في مصر. مين خد احسن لعيب في مصر السنه اللي قبل اللي فاتت؟ ما عشان هو النجم الاوحد في الزمالك. مين خد احسن لعيب في مصر؟ لكن هنا في النجوم كتير. الزمالك كان مين خد احسن لعيب في الزمالك؟ لا ايوه الناس كلها بتخدم عليك يا استاذ عمرو. ممكن نسمع بعض. طبعا كلام مين خد احسن لعيب 3 سنين ورا بعض؟ حقه، لان هو افضل لعيب كان في الزمالك. لعيب بيغرد لوحده يا كابتن. يبقى مروح المنتخب مصر ده طبيعي. طب بس في الاهلي حوالين نجوم كتير. مش عشان نجم صح. زيزو نجم، تريزيجيه نجم.